سر تشويح اللحمة المفرومة زي المطاعم. هتقولي هو ده الفرق اللي كان ناقصني طول عمري؟ بصي بقى يا ست الكل، لو اللحمة عندك بتطلع مية وكأنها مسلوقة، يبقى لازم تقري الكلام ده للآخر، علشان ده الفرق بين شغل البيت وشغل المحترفين. السر الأول: الطاسة السخنة يساوي نص النجاح. سيبي الطاسة تسخن كويس جدا على النار لمدة 5 دقايق، ما تستعجليش خالص. الحرارة دي اللي هتدي اللحمة الصدمة الحرارية اللي تخليها تتحمر مش تسلق. السر التاني: ما تغرقيش الطاسة. نزلي اللحمة على مراحل، حبة حبة، مش مرة واحدة، علشان الطاسة ما تبردش وتبدأ تطلع مية. السر التالت: اوعي تقلبي بدري. أول ما تنزلي اللحمة سيبيها 3 دقايق كده براحتها، ما تلمسيهاش خالص، علشان تاخد لون وتحمير محترم من تحت. السر الرابع: التقميرة يساوي الطعم. اللون البني ده مش حرق، ده دهب، ده اللي بيدي الطعم الجامد بتاع المطاعم. النتيجة بقى: لحمة مستوية صح، مش مية، طعمها تقيل، فيها تحمير وريحة تفتح النفس. نصيحة شيف على الماشي: لو اللحمة نزلت مية يبقى انت كده بتسلقي مش بتشوحي. ارفعي النار فورا وخلي المية تتبخر. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاكي، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.